تعالي نعمل فطار اقتصادي. شوفي عملت ايه، هاتي بقى طاسة ومعلقة زبدة وتكون الطاسة بتاعتي سخنة. كل ما اجيب فرخة يطلع منها كبد وقوانص، اغسلها كويس وعينهم في التلاجة لحد ما جه وقتهم. ايوه، غسلتهم كويس بالملح والليمون والدقيق وقطعتهم عصافيري بالشكل ده. انزلي بقى بالقوانص الاول لحد ما تستوي، وبعد كده ننزل بالكبدة. ما بتاخدش وقت خالص. هحط عليها بقى بهارات كبدة بالشكل ده، وهقلبهم بقى واسيبهم كده على جنب. انزل بقى بالخضار بتاعي اللي احنا مقطعينه جوليان، عبارة عن فلفل الوان وفلفل رومي وبصل متقطع جوليان وطماطم متقطعة صغيرة. مش عايزة اقولك هتوديها في حتة تانية خالص. ما تيجي نعمل شوية كده شوربة كريمة. لتر من المية وهنزل عليهم بكيس من الشوربة بتاعة الكريمة، وهدوبهم على البارد وارفعهم على النار لمدة 5 دقايق. فطارنا خلاص خلص وبقى جاهز وخطير وطعمه حلو قوي. جربوا وصفاتنا، ولو عجبك وصفاتنا ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. ولو عجبك فيديوهاتنا ما تنسوش تتابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، وتنزلوا بتطبيقاتكم الجميلة. بحبكم جدا، أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.